الكاش هو الأكسجين في الشركة، لو صرفته غلط الشركة تموت. شركات كتير بعد ما بتبدأ وبعد ما بتنزل السوق بنلاقيها وقعت وخسرت وخرجت من السوق. بالدراسة كده لمّا بناخد الحالات المتشابهة دي بنلاقي في أسباب مشتركة ما بينهم كلّهم، في مجموعة أسباب. أهم الأسباب دي إيه؟ غياب التدفق النقدي الفعلي، ما عندهمش cash management، ما فيش cash flow. ممكن يكونوا بيحققوا أرباح على الورق، لكن في النهاية هو ما عندوش cash ومش دارس ده من البداية ولا واخد ده في اعتباره من البداية، وبالتالي بيُقع، لإن عدم وجود الcash يخنق الشركة ويموتها. خطأ تاني من الأخطاء اللي بتُقع فيه الشركات، إنها بتعتمد على مصدر دخل واحد، وبالتالي أي أزمة أو مشكلة بتحصل في مصدر الدخل ده بتتخنق الشركة وبتموت. كمان عدم وجود إدارة مالية واعية، عدم وجود أولويات للصرف. النظام المالي المهزوز اللي ما بيقدرش يحط أولويات للصرف وبيتبع فقه أولويات سليم، ده بيكون من أهم أسباب فشل الشركات. التسعير الغلط، في شركات بتسعّر بعشوائية من غير ما تحسب كويس أوي تكلفة المنتج أو الخدمة اللي هتقدمها دي إيه. كمان أحيانًا بيكون قرار التسعير عشان ياخد share كبير من الmarket، فبينزّل في سعره وبيحرق، بيعمل cash burn من غير ما يكون مستعد لده، ولا يكون عارف هيرجّع الcash burn ده إزاي. التوسع السريع قبل الوقت المناسب أو حتى بعد الوقت المناسب، لأن التوسع قبل الوقت المناسب ده أكيد بيؤدي لانهيار الشركة، لأن الشركة مش جاهزة للتوسع. بعد الوقت المناسب بتكون الفرصة راحت منك وفي غيرك اقتنص الفرصة دي. الخلاصة إن الكاش هو الأكسجين في الشركة، لو صرفته غلط الشركة تموت.